السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنعرض عليكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب الأرجنتين في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن المنتخب الجزائري يوجد في مجموعة قوية تضم الأرجنتين، النمسا والأردن، مواجهة نارية ستكون محط أنظار الملايين. والآن ننتقل إلى التشكيلة المتوقعة. في حراسة المرمى نجد لوكا زيدان، أما في خط الدفاع فنجد رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، زين الدين بالعيد وريان آيت نوري، وهو خط دفاع يجمع بين القوة والخبرة والسرعة. أما في خط وسط الميدان فنتوقع تواجد ثنائي هشام بوداوي وإبراهيم مازا اللذان يمنحان توازن كبير بين الدفاع والهجوم وصناعة اللعب. وفي الخط الأمامي نجد النجم والقائد رياض محرز الذي يقود المنتخب بخبرته الكبيرة إلى جانب محمد الأمين عمورة وأمين قويري، مع إمكانية الاعتماد على مهاجم صريح مثل أمين قويري في الخط الأمامي. تشكيلة تجمع بين الشباب والخبرة وتعطي آمال كبيرة للجماهير الجزائرية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل العالم الأرجنتين. والآن نترك لكم التعليقات. هل تتوقعون أن الجزائر قادرة على صنع المفاجأة؟ وهل هذه التشكيلة قادرة على مجاراة ميسي ورفاقه؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.